بادرت السلطة الفلسطينية إلى خطوة متقدمة بتسليم السلاح للدولة اللبنانية. أنا شخصيا مع كل التزامي بالقضية الفلسطينية ودعوتي للوحدة الوطنية الفلسطينية كما ذكرت، لكن أنا لست مقتنعا بأن هذا السلاح لا يزال ذا فائدة في الدفاع عن القضية الفلسطينية انطلاقا من الأرض اللبنانية، خصوصا وأن ثمة أطرافا لبنانية لم تعد تقبل السلاح اللبناني خارج إطار الدولة للدفاع عن القضية الفلسطينية، لا أتحدث عن الجنوب أو عن القضية الفلسطينية أو إسناد غزة أو ما شابه. ضف إلى ذلك الحكومة اللبنانية مجتمعة اتخذت قرارا بحصر السلاح بالدولة اللبنانية، السلاح اللبناني. فهل يمكن أن يكون ثمة مبرر لبقاء السلاح الفلسطيني خارج إطار الدولة اللبنانية مثلا؟ أكيد لا.